والكرم جنة وطهانة والشمس غيطانة وضحاها والطيرة يسرحة في سماها يلا معاها يلا معاها يلا معاها يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل مسكرات، عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الورد عليكم. انا بسجل لكم الفيديو الصبح. يا رب لو شفتوني بالليل مساء الخير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. راجعه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، روتين يوم هنشوف هنعمل فيه ايه من ساعه ما صحينا كده والبنات راحوا المدرسه لغايه ما هنقفل الفيديو مع بعض. هنشوف هنقفله فين. قمت الصبح كده، فتحت الشبابيك وطبعا شغلت لهم الإذاعة وعملت لهم الفطار زي ما انتم شايفين كده عشان نحضر اللانش بوكسات. بصوا انا عملت المره دي يعني حاجات بسيطه. بصوا يا بنات، انا مش مع ان انا احط لحوم في اللانش بوكس. مين ما زي يعني مش بحب احط لحوم في اللانش بوكس. بقول يعني ايه؟ يعني اللحوم ديت مكانها الغدا، يعني مش الفطار. الفطار فطار عايز زي اللي بنفطر فيه بيه كل يوم عادي، جبن بيض. يعني بحب كده. مين زيي؟ لو حد زيي يكتب لي. عموما عملت لهم كده سندوتشات بيض وجبنه رومي على لانشون وجبنه مثلثات. بس كده يعني حاجات بسيطة جدا جدا. وبعدين البنات أصلا يعني بيجوا لي بدري، مش بيجوا متأخر، حوالي الساعة 1. فبيرجعوا بقى يتغدوا وكده. فيعني ايه، واحده واحده كده معانا اما نشوف ايه هنعمل ايه. عملت لهم كده زي ما انتوا شايفين البنتين، عملت لهم اللانش بوكسات بتاعتها. في بنت بتحبش البيض وفي بنت بتحب البيض، عملته لها اللي هم بيحبوه عملته لهم. كان في عصير بقى كده، وهم كانوا جايبين حاجات حلوه وخلاص على كده. هنا كده بعمل الفطار لزوجي بقى. عملت له هعمل له شاي بلبن برضك، وكنت قاليه له بيضايه كده هعملها له سندوتش. بص بيفطر فطار خفيف كده قبل ما يروح الشغل، يعني حاجة خفيفة كده، سندوتش كده يعني الصبح كده قبل ما يمشي. زي ما انتوا شايفين شاي بلبن سريع كده ومليت الازاز المية وهعمل بقى سندوتش. طبعا اي عيش بلدي، عيش فين الموجود بصراحة بروح عامله له ما بيقوليش لا. طبعا غير البنات حاجة صعبة. ربنا يهديهم يا رب. بس كده هما مشيوا على كده خلاص. فضلت انا بقى هعمل الفطار ليا. حطيت كده هعمل بيض. بس انا بحبه بالطريقه دي قوي. حطيت بقى كده يعني مثلا معلقه سمنه صغنونه خالص. دي سمنه بلدي. وحطيت البصل والفلفل يتبلوا شويه. وبعد كده رحت نازله ب3 بيضات ورحت عاملاهم كده وحطيت عليهم شريحه لانشون. بصوا يا بنات، انا بحب اكل البيض ده بالشوكه بصراحه، يعني مش باكله بعيش. بس يا بابا بس كده بروح مسوياه كويس عشان انا بحبه مستوي. وهعمل لي برضه كوبايه شاي بلبن انا كمان. بصراحه كنت نفسي ان انا اخلص افطر واعمل شغل ورايا، بس بصراحه طول الليل كنت صاحيه معايا بيبي، فطبعا ايه يعني خلصت ونمت، يعني فطرت ونمت. صحيت بقى كده على مجي البنات او قبل ما يجوا بصراحه بساعه. قمت اشوف، بصوا شفت الكارثه بتاعه المطبخ من بعد الفطار وكده. قمت بقى على طول اشتغلت كده في الشقه زي الفل، بس هو المطبخ هو اللي ايه اللي فيه المشكله. قمت كده لمعت الرخامات بسرعه. بجد اللي معاها بيبي ربنا يعينها على حالها وعلى يومها، مش عارفه بصراحه مع التصوير وكده ربنا يعين كل واحد على حاله. طبعا فصلت علشان خاطر كان بيزن، وبعد كده رجعت لكم تاني. قلت الم بقى كده مطرح الرخامه كده، لمع الرخامه. بصوا الرخامه لما بلمعها بحس ان المطبخ يعتبر خلص. وكالعاده يا ساده برضك فصلت عشان خاطر اسكته ورجعت تاني.
احنا كنا وصلنا لغاية ان احنا ايه بلمع كده الرخامة علشان خاطر ابتدي في الاكل. عايزة اقول لكم ان كان ساعتها كان عندي درس في البيت. فطبعا ايه يعني عايزة اخلص بسرعة كده الرخامة علشان خاطر ايه اعمل اي حاجة للمدرسة تشربها. زي ما انتم شايفين كده الرخامة اتلمعت، فاضل بس ازاز البنات احطها في مكانها وكده. قلت اعمل بقى فنجان قهوة كده للمس، مدرسة يعني اللي ايه بتدي للبنات جوه. بس كده. يلا بقى يعني قلبتها وحطها على النار، يا دوبك هوريكم بقى ايه بعد ما طلعت. بصراحة ما كانش فيه متاح بالنسبة لي ان انا اصور على البوتاجاز وارجع تاني، يعني عارفة اللي هو ايه، انا عايزة اخلص عايزة اليوم يخلص. جبت كوباية مية ساقعة، نزلت بالقهوة. بصوا القهوة الوش بتاعها حلو ازاي. بس كده. يلا غسلت انا المواعين. بصوا ما كانش فيه وقت بصراحة. عايزة اقول لكم وانا بعمل الاكل كان زوجي جه اصلا من الشغل، فغسلت المواعين كده وطلعت سجق. بحب اقطع السجق وهو مجمد يا بنات عشان خاطر ما بيفكش. فالسجق وهو بيتقطع وهو مجمد ما يفكش منك ويبقى جميل وسهل التقطيع. والسجق ده طلع جميل جدا 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 بجد، يعني كان حلو قوي، طعمه حلو قوي المرة دي. ده سجق بلدي. انت بتتكلم معايا؟ اهو فكرة الرغي بقى. ربنا يا رب يخلي ولادكم جميعا كده ويحفظهم. وقولوا لي بقى عاملين ايه في المدارس واخباركم ايه في المدارس وبدايتها. والله بصراحة انا عايزة الترم يخلص قبل اوانه. طبعا حطيت السجق من غير اي مادة دهنية، كنت مفكرة ان هو هينزل مادة دهنية كتير، بس بصراحة يعني حبيناه كده من غير دهون وكده. قطعت بصل وفلفل وحطيتهم عليه، وهقلبهم مع بعض كده يتبلوا. انا مش عارفه ليه سبتكم مع البصل وسبتكم كده مع السجق ونسيت ان انا اطفي التليفون. بس يلا انتوا مش اغراب. آه عاملين ايه كده في المدارس قولولي، والصحيان بدري والنوم ظبطوه ولا لسه؟ والله انا مش عارفه اظبط نومي بصراحه خالص. انا ظبطت نوم البنات بس ما عرفتش اظبط نومي خالص. هنا حطيت يا بنات طماطم ومعلقه صلصه، علشان خاطر ايه بنحب السجق يبقى فيه صوص كده. تمام. حطيت بردك معلقتين 3 كده دبس رمان، وحطيت ملح. طبعا ما بتكتريش الملح كتير عشان السجق اصلا بيبقى مملح. تمام. وحطيت 7 بهارات وفلفل اسود بس، محطتش اي حاجة تاني. بجد كان طعمه روعة روعة. عملت طبق سلطة، وكان في عندي مكرونة بصراحة بايتة ورحت مسخناها، وعملت